بالنسبة لسنة الامتياز، هي أهم سنة في حياتك الطبية كلها، وده بدون مبالغة يعني. للأسف الناس بتبقى فاكرة إن هي خلاص أنا تعبت 6 سنين باذاكر أو 5 سنين نظام جديد وهاقعد بقى يعني لو آخد break أو هاتفسح أو أعمل أي حاجة. للأسف بيعمل ده في أهم سنة في حياته. سنة الامتياز المفروض أنت أول شهر أو شهرين بالكتير بتدرس الظروف اللي حواليك، بتشوف وضع المستشفيات، لأن في ناس كتير بتبقى أول مرة تنزل مستشفى في سنة الامتياز. وضع الدكاترة حواليك سواء في الصحة أو في الجامعة أو أيا كان، السينيوريتي والحاجات دي كلها في الجامعة، هل أنت شخصية تقدر تتقبل الحاجات دي كلها ولا لأ. وبعدين بتشوف الحاجات اللي تقدر تعملها تفيدك في سنة الامتياز زي إيه. قولا واحدا، أهم حاجة إنك تشوف بصوي، هل أنا هسافر؟ ولو هسافر ايه الحاجة المناسبة معايا؟ هل أمريكا يسمي لي؟ هل إنجلترا؟ هل ممكن أسافر مكان يعني ستيشن، حاجة مثلا أسافر GB لمدة معينة أعمل فلوس لو أنا ظروفي المادية فيها مشكلة، ولا إيه بالظبط؟ الكلام ده كله ما ياخدش معاك زي ما بقول من شهر لشهرين، لأن عشان ما تضيعش السنة على الفاضي. طيب وبعد كده، بعد كده تبدأ في البصوي بتاعك، وما تقارنش نفسك بحد. زي ما دايما بنقول، المقارنة هي العدو الأول والأخير ليك. انت محتاج تمشي على البصوي اللي ينفع ليك انت بس، اللي ينفع معاك غير اللي ينفع مع زميلك غير اللي ينفع مع زميلك التاني. كل واحد له ظروفه. في حد الماديات معاه مفيش فيها مشكلة خالص، في حد تاني الماديات هي أكبر مشاكله، في حد تاني العيلة ما يقدرش يسافر، في حد تالت ما يقدرش يستحمل السينيوريتي مثلا والحاجات اللي بتحصل في الجامعة، وهكذا. لكن قولا واحدا، يعني ادي لنفسك فرصة، ما تضيعش السنة كده وتلاقي نفسك اتحطيت في باسواي لوحدك، سواء خدت نيابة جامعة وتلاقي نفسك مش مستحمل وعايز تستقيل، أو خدت نيابة صحة ولقيت نفسك ما بتتعلمش حاجة وعايز تستقيل وانت ما مشيتش في أي طريق. وبعدين لو حد كان بقى عنده التزامات، اتجوز أو عنده أي حاجة من الحاجات دي، هيلاقي الموضوع صعب إن هو يبدأ بعد الفترة دي. سنة الامتياز هي الخطوة في الطريق اللي انت هتمشي له، تذكرة السفر بتاعتك في أي حاجة. يعني لو أنا همشي في يوسملي، أخلص ستيب 1 في سنة امتياز على الأقل يعني، وأعرف معلومات عن الطريق. لو همشي في بلاب، لو همشي في MRCB، لو همشي في أي طريق، لو هقعد في مصر أبقى أشوف التخصص وأبدأ أفكر في تخصص، أتعلم الحاجات الجنرال براكتيشنر بتاعتي. ما تضيعش الوقت كتير في حاجات ملهاش لازمة. السنة دي حرفيا هي أهم سنة. متفضلش تشتري في كتب كتير وأنت مش عارف أنت بتشتريها ليه. لأ، أنا دايركت، أنا عايز أمريكا خلاص، أنا عايز إنجلترا خلاص، أنا هقعد في مصر هتعلم تخصص خلاص، عشان تستفيد وتحقق حاجة. وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا.